تصنيف جديد للبنان. رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز التصنيف الطويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالليرة اللبنانية إلى مستوى تريبل سي، مع تعديل النظرة المستقبلية أوتلوك من سلبية إلى مستقرة. في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملات الأجنبية عند مستوى التخلف الانتقائي. جاء هذا القرار نتيجة تحسن المؤشرات المالية العامة مع تسجيل فوائد أولية في الموازنة خلال العامين الماضيين، إضافة إلى استمرار السياسة المالية القائمة على زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة خلال النصف الأول من السنة الجارية. استند القرار إلى عودة الزخم إلى مسار الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة، إلى جانب إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. إلا أن التصنيف بحسب ستاندرد أند بورز ما زال يواجه قيودا بفعل المخاطر الأمنية المستمرة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في ظل حالة عدم الاستقرار والحاجة الماسة إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار، فضلا عن الاستحقاقات السياسية المقبلة.